السلام عليكم، مساكم الله بخير. اليوم ان شاء الله عندنا قصة يا اخوان. طبعا ما في مقدمة لاني انا كنت مستاذن من واحد من العيال اني اقول فضيحته وافضحها في سنابات اليوم. ولكن انه ارسل لي قبل نص ساعة يقول ان ما له رغبة. قبل نص ساعة. يعني شوف الاستهتار، شوف عدم المسؤولية. نص ساعة وين تلقى حد تفضحه، وين تلقى حد الدنيا ذي ما عاد فيها اخوة يا عيال. والله ما عاد فيها اخوة، الله المستعان. بس في وقت الدولة العباسية كان فيه مدرس اسمه علي بن محمد. علي بن محمد هذا أهل بغداد ما يعرفونه زين. بعضهم يقول أصله فارسي، وبعضهم يقول لا عربي بس جدانه هناك عاشوا وما حد. علي كان دابة سليمة من بيته لطلابه يدرسهم، وإذا اليوم إنهم أخطأوا يضربهم، ومرات يتجمعون عليه ويضربونه ويمشي الأمور وحياته حلوة. والخليفة قابله، الخليفة المنتصر قابله، فتجيه عطايا شوي. اللحايس ذي يحب اللحايس أحلى من راتبه. يجيه 100 درهم 200 درهم ياخذها، وعنده أمل أن الخليفة يوم من الأيام بيقربني عنده، أبى أدخل القصر وبصير من كتاب القصر وبتمشي يعني. الأمل ذا عايش عليه، فصابر على التدريس وصابر على حياته. فقام يوم من الأيام وراح لحلقته اللي طلابه يجون يدرسهم فيها. جلس يحتريهم، ما جو يحتري إلا الشمس ضحوية الحين راحت في كبد السماء. ويدخل عليه واحد قال ايش تسوينا؟ قال وش اللي طلابي اليوم. قال ما حولك انت تدري وش صاير برا انت؟ قال وش؟ قال الناس ما بيمك، الخليفة مات، الخليفة المنتصر دخلوا عليه قادة اتراك وسمموه ومات. هو يطلع علي بن محمد يلتفت قال وش؟ مستقبلي مات، اللي أنا عايش إني يوم من الأيام بيجيني منه عطا ولا بيدخلني القصر عنده، مات، سمم مستقبلي. هو يطلع ويطول على الناس والدنيا تعادى والناس يقفلون محلاتهم. خليفة قتل. يعني مصيبتكم أنتم في حال، وأنا مصيبتي أعظم من مصيبتكم. فوقف هو عند باب المسجد بين غبار وحجاج الناس والأوادم اللي في كل مكان والجنود، هم يجون الجنود اللي يوقفوا قدامه، وهو في صدمة الموضوع يطالع فيهم. قالوا أنت علي بن محمد؟ قال لي علي بن محمد. والجندي يصفق الكف. قال علي الله، هذا اللي كان ناقص اليوم ذا. عليك وجه الله تصفقني مرة ثانية، أنا طالبك طلبة يعني شيء في الخاطر، هذه عندي أنا. هو يصفق الجندي مرة ثانية، هم ياخذونه يكلبشونه يودونه ينطلونه في السجن. فيوم انطلوه في السجن وصكوا الباب. قال بس معليش يعني أنا ليه مسجون يعني؟ قالوا أنت من الناس اللي كان يجيك عطايا من الخليفة وقريب حول القصر وتعرف ناس حول القصر، فأنت مشتبه فيه مبدئيا أنك أنت اللي قتلت الخليفة. هم يروحون إلا لا إله، لا مستقبل ولا حد يعرفني، وفقير معدم مضروب ومسجون اني انا اللي قاتل مستقبلي يعني. التفت علي بن محمد اللي معه في السجن وهم يطالعون فيه قالوا وش قضيتك انت؟ قال قضيتي انا والله قضيتهم هم، انا والله الهم اللي بورثه عيالهم. اقسم بالله يا الدولة هذه ما تذوق المنام، والله يهم افتحوا عليهم باب ما ينصك ابد الدهر. هم ساكتين يطالعون فيه. قالوا تبي خبز؟ فيه خبز هنا. قال والله عندي مشكلة مع البر في بطني، في تمر؟ قالوا يوم يعطوني تمر ياكل تمر. قالوا انت عندك جيش برا؟ قال لا. قال عندك علاقات برا يعني مسؤولين شيء بحد بيطلع؟ قال لا والله ما. قال تعرف احد في بغداد؟ قال لا والله. قالوا يعني انت يعني مبدئيا لا صحة لا علاقات لا جيش يعني لا؟ قال ايوه. قال عندك مشكلة فيه ترى تمر؟ قال بالله جيبوا تمر غير اليوم. فقام علي بن محمد وجلس في زاوية السجن والمساجين سافهينه ما حد يكلمه ويسولفون مع بعضهم. قال لو سمحتم لا حد يكلمني. فسكتوا وهم طالعوا فيه. قال أنا بجلس أخطط والله إني لا أخلي الدولة ذي تندم. فكملوا يسولفون مع بعضهم وهو جلس ما حد يكلم وقعد يخطط. قعد يخطط وراحت شهور هو يخطط كيف يخلي الدولة ذي تندم.
كيف يخليهم يندمون على اللي سووه فيه، وانهم غيروا حياته اللي كانت حياة بسيطة آمنة. فمرت الشهور وراحت الشهور وهو جالس يخطط وما حد يهرجه وضاق صدره ما حد. فقام وقال أنا خلصت. قالوا حلو، كيف بتبدأ؟ كيف إذا طلعت وش بتسوي؟ قال إذا طلعت صدقون ما خططت إني كيف أطلع من السجن، أنا كانت كل خططي بعد ما أطلع. فأثناء جلسته في السجن جاء تمرد الفرقة الشاكرية، في جزء من الجيش تمرد وبدوا ينهبون ويسرقون ويدخلوا على سجون وفتحوا سجون وفتحوا زنزانته، فطلعوا المساجين يتعادون وهو جالس يطالع. قال الله على خططك يا أبو محمد، الله على فكرك. فطلع على الناس، هم فتحوا ماله دخل هو فتحوا على الناس كلهم، فطلع والناس يتحوشون. فقرط في ثوبه وراح يعتي حرية وانتقام بيرجع. هو يعدي يقول ترى جاي بس أجمع نفسي ويجيكم، والله ما خلي الدولة هذه. فانحاش علي من بغداد السامراء، ومن السامراء طلع للبحرين. طبعا ما هي بالدولة اللي كان إقليم البحرين إقليم كبير. فيوم وصل عند أهل البحرين قالوا له أنت منين جيت؟ قال أنا عباسي. هو كذاب. قالوا أنت عباسي؟ قال إيه، احنا من عيال الفضل بن العباس بن علي بن أبي طالب يعني. قالوا لا ما يا أخي وش الشرف العظيم ذا أنك جيتنا؟ قال الله. هم يتجمعون عليه ويبدأ يحدث عليهم. فقعد عندهم فترة وكانوا مو مرتاحين له يا أخي. فتجمعوا عندهم قالوا بلا ممكن تسولف لنا عن جدك الفضل، يعني شيء ما نعرفه عنه. قال هو والله يبيح منه ومنه، كان ما يحب أحد يسولف عنه، حتى إنه كان يوصينا يقول لي أي أحد ينشدكم عني لا تعلمونهم بشيء والله. قالوا يعني ما تعرف أنت شيء عن جدك؟ مآثره، أقوال، شيء، عادات؟ قال لا والله أنا أغلب الوقت كنت عند خوالي، ما أجيهم والله واجد. قالوا إيه، هم يجون هم يشيلونه كله وشنطته. قال جدي بعد كان ما يحب ان احد يشيلنا والله، فقالوا هم يشيلونه كله، هم يطلعونه على طراف البحرين وما يحذفونه وشناطه. قال شوف احنا ما نبي نذبحك لان احنا ما ممكن تكون صادق، لكن ادير لا تدخلها. قال سم. هو يشيل شنطته واغراضه وهو يطلع يروح. فراح علي بن محمد في الصحراء يمشي على بغلته، ومره فرقه من العباسيين جيش منظم مره ما يطلعون فيه اساس رايحين كله. هاي طالع فيهم قال ما خليكم، هم ما حد تافه ما حد يعرفه. قال الله ما خليكم لا أنتم ولا دولتكم ولا مواطنينكم، بس جايكم. ما حد يدري كيف يسوي، ما حد يستوعب. فراح لين جاء بين البصرة وواسط في مكان صبخة طين كله ملح. فلقى في الصباخي ذي أحباش عمال يجيبونهم من أفريقيا، يخلونهم يشيلون الملح ذا اللي على ظهر الأرض، يشيلونه عشان يقدرون يزرعون الأرض دي. فكانوا يكرفون وينضربون من يوم ما تطلع الشمس لين تغيب. هم يشيلون في الملح ويحطون في الخياش ويشيلون. فكان الملح كبره جبال من العمال ذولي بالآلاف عددهم. فجلس علي بن محمد يراقب حياتهم اليوم الأول والثاني، ويشوف من متى يطلعون وش الكرف اللي يجيهم وش الإهانة اللي تجيهم وكم يجيهم فلوس. يراقب ويحلل ويخطط جالس. فراح ويمشي لين وصل عند واحد من المستعبدين ذول اللي جايين من الحبشة، وهو يضرب الأرض يضربه ويشيل الملح. هل كان تعبان. فوقف علي بن محمد عنده، ويوم من شال الملح شال مع علي الملح قبل عنك، هو يحطها ويطلع فيه. قال علي وش اسمك انت؟ قال ريحان. قال الله اسمك حلو. قال انت بتروح تخلينا نشتغل ولا انت وش سالفتك؟ قال يا ريحان الى متى حياتك كذا؟ قال انت ايش فيك؟ ايش تبي انت؟ قال لي الى متى يا ريحان؟ الى متى انت ومحيطك ذولي كلهم شوف الأحباش يمينك ويسارك تشتغلون لمن؟ متى الوقت اللي بترتاحون فيه؟ ما في نهاية
أنتم ملك ناس هنا يضربونكم ويعذبونكم الليل والنهار. كم يعطيك يا ريحان؟ كم يعطونك فلوس؟ قال لا والله يعطوني أكل بس. قال وهذه حياتك؟ تبي تصير هذه حياتك يا ريحان لين تموت أنت وعيالك؟ وقال أي عيال؟ احنا ممنوع علينا الزواج. قالوا ممنوع عليكم الزواج. كمل يا ريحان كمل، شل ملحك شل. هو يروح. قال ريحان تعال دقيقة بس تعال. هو يرجع علي محمد قال ها سم اخلص انا مشغول. قال انت من؟ قال انا من؟ انا علي بن محمد ابن زين العابدين، جدي زين العابدين ابن علي. قال لا اله الا الله. قال يا بس تراني ما احب قصر صوتك، ما احب الناس تنتبه على الموضوع. قال انت شفت معي الملح اول؟ وقال ايه الحياة رحمة يا ريحان، حياة ما بكلها عذاب وضرب، انت تستحق افضل من كذا. فبدأ علي بن محمد يجيهم كل يوم، وريحان كل شوي يجيب له 2 3 زود ويسولف عليهم. علي بن محمد يعلمهم ان الحياة تراها اعظم من اللي انتم قاعدين تسوونه. وقال ما ودكم تملكون اموال؟ قالوا ولا والله. قالوا حياة كريمة؟ قالوا ولا والله. قال تملكون سلطة يصير لكم دولة انتم؟ قالوا ولا والله. قالوا تملكون خدم عندكم؟ قالوا حنا يصير عندنا خدم. قال ليه ما يصير عندكم؟ شو ناقصكم انتم؟ فبدأوا يتجمعون عندها الأحباش، يتجمعون ويخطب فيهم دايم، وكان يعرف كيف يخطب، يعرف كيف يتكلم. فبدأ يطمعهم في الدنيا والحياة، واني انا بحرركم من العبودية ذي اللي انتم فيها، خلوكم معي بس والله ما خليكم. انا نسل اشراف، انتم تتبعوني والعرب يتبعوني، والله اني ما اجنب عنكم، واني لا اعطيكم شيء ما كنتوا تتخيلونه. فبدأوا يتجمعون من كل مكان، من الصبخة دي يتجمعون لين وصلوا 1000 عنده. بدأ 1000 يصير 1500 2000، وبدأوا يعلمون بعض، والغلمان بدأوا يطلعون من البيوت ويجونه، والدنيا كل صار يعلم الثاني. لقينا اللي يحررنا، لقينا اللي بيخلينا نعيش حياة كريمة، مهم مذلة وضرب وليل ونهار في عذاب. فبدأ علي بن محمد يطلع الهسم ويحط له مكان، وصاروا يجونه الأحباش، ونظم له ناس يحمونه وناس حوله، وجوه اللي كانوا يملكونهم التجار حقين الأراضي دي جو تجمعوا عنده وقالوا اسمع، إذا أنت هدفك دنيا نبي نعطيك على كل واحد 5 دينار، 5 دينار ذهب، وخذها وامشي. فطالعوا الأحباش فيه. قال تتوقعون إني ببيعكم؟ تتوقعون أن هدفي أنا فلوس؟ امسكوهم. والأحباش يجون يمسكون اللي كانوا مواليهم، يمسكون. قالوا ابطحوهم على الأرض، ويبطحونهم على الأرض. قال كل واحد اللي كان ذا مولاه يضربه الحين، يضربه لين يتساوى في الأرض. فتجمعوا الأحباش وبدأوا يضربون اللي كانوا مواليهم، يضربونهم وذوليك يصيحون ويضربونهم. قال خلوهم يشتغلون في الطين في الصباخي الحين كلهم. فامسكوهم وخلوهم يشتغلوا عندهم في الصباخي. فطلعوا اسمه، وصاروا الناس يجون من كل مكان، وكل خادم وكل مستعبد وكل واحد من الأحباش وكل اللي يشتغلون في مثل تجمعوا عنده كلهم. وراهم مثال حقيقي مو بهمه فلوس، هو ما كان همه فلوس. والله الدولة ذي ما خليها، كان يبقى جيم على العباسيين، حط قرار والله ما خلي العباسيين. فيوم كثر الجيش عنده، قال الحين ما تبون تختبرون قوتكم وجمعتنا دي؟ قالوا ولا والله. قال يلا ننزل على كور دجلة بجنبنا وندوقهم شيء من اللي انتم ذقتوه. فانزلوا الأحباش بسلحتهم ودنيا، وكان القائد ذاك الوقت على كور دجلة رجل اسمه ابن أبي عون. فما درى إلا الأوادم يوم نزلوا عليه بسيوفهم، فدخل يحارب هو والجيش اللي معه عددهم 4000، يعني جيشه مو بسهل. وانزلوا عليهم الأحباش واقتلوا فيهم، واقتلوا. وطلع واحد كذا قريب عند أبي عون، وأبو عون طالع فيه في الشجرة. قال تدري أنا اللي فوق الشجرة؟ وابن أبي عون يطالع فيه. قال لي اسمي بلبل، ذق شيء من سيفي.
هو يطعنه وهو تجرح ابن أبي عون من هنا، هو ينسحب، هو يلحقه بلبل. بلبل ما هو بلبل أبد، مخيف. ويلحقونه والأحباش يلحقون ويدخلون كور دجلة ويقتلون اللي فيه كلهم، ويطلعون ويدخلون القرى اللي حوله ويقتلون اللي في القرى، قتل شايبهم كبيرهم صغير، قتل. وينهبونها وكل قرية يدخلونها وينهبونها ويقتلون اللي فيها، يولعون فيها النار كلها. فراحوا المدينة اسمها جعفرية فيها بيوت لآل هاشم، فقالوا ذولي آل هاشم يعني من ربعك ندخل. قال ايه عادي، انا عندي مساواة في الجميع، ادخلوا واقتلوا اللي فيها كلهم وانهبوها. فادخلوا الأحباش واقتلوا اللي في القرية والنساء يصيحون والدنيا. فقال انتم هم مسموح لكم الزواج صح؟ اسبوا النساء ذولي كلهم. فصاروا يقتلون الرجال ويأخذون النساء سبي، الأحباش كلهم يأخذونهم، اقتلوهم مقتلة عظيمة. فطلع جيش للبصريين بقيادة عقيل، حاربوا الأحباش وهم مستبسلين، تو رجعت لهم الحياة، أنت بتسلب حياتنا وحنا كنا معدومين ما عندنا شيء. فانتصروا على البصريين، اقتلوا البصريين كلهم واقتلوا عقيل معهم، وأخذوا السفن اللي كانوا جايين عليها البصريين وضموها لجيشهم. طلعوا قوة مرعبة، وبدوا الناس والأحباش البعيد يعلمون بعض انت رانا انتصرنا، ان في قائد جاء وحدنا وانتصرنا انتصارات، وانهم يتوازعون الغنايم بينهم والنساء. فجو بدا يجيها أعداد مهولة من طراف العراق كلها، يجون ينضمون الجيش وينضمون، وبدأوا يجون قادة عرب. علي بن آبان جيه هم كانوا عرب ونضيات العربية، جاه علي بن آبان ودخل سليمان بن جامع جاه ودخل قادة عرب، قالوا حنا معك. قال أجل امسكوا أركان الأحباش ذول، يمسكوا أركانهم. فبدأ يوزعهم على القيادات وينظم الجيش، وبنوا له قصر وضبطوا مدينة لهم وسور. العمليسة هو يقول والله ما شفتوا شيء لا الحين. فصلح له مدينة اسمها المختارة، وبدأوا يتوافدون عليه الأعراب واللي حوله والشيوخ بدأوا يجونه وهو يستقبل الناس بين الأحباش جالسين عنده ويستقبلهم ويحدث عليهم ويسولف. فجاه واحد شايب منهم فقال أنت من أي عيال زيد أنت؟ قال أنا من عيال يحيى، جدي يحيى. قال لي بس يحيى ما جاله إلا بنت صغيرة وماتت رضيعة. قال علي لا والله. قال لي قال لي هو يجي يحط يده على كتفه ويمشي بهم يطلعون برا القصر يمشون رايحين للنهر. قال علي يا شيخ أنت تعرف تسبح؟ قال لا والله. قال حلو تعال نمشي. فراح للنار، يوم أخذ شوي لا علي جاي والأحباش جالسين، قالوا نحط عشاءكم ولا تحتري ضيفك؟ قال لا ما عاد بجاي، حطوا ولا شيء، تعشوا يا مرحبا يعشيهم كلهم. رتب الأمور. فكل ما الخطر الرجال ذا يكبر. فجاه واحد من أحباش وقال فيه رجال اسمه الزينبي يجمع جيش عشان يحاربنا، يقولون انه بعد جامع 1900 رجال ودنيا وسفن مالها عد. فالتفت علي بن محمد على واحد من القيادات اسمه علي بن آبان داعية، فقال خلص لي موضوع الرجال هذا. قال ابشر طال عمرك، ابي بس 100 من الاشداء نبي نسري في ليل عليه. فراح علي بن آبان و100 معه، فادخلوا المعسكر في الليل. فأي قائد عرفوا وين خيمته دخلوا قطع رويسه، وراحوا على اللي بعده وقطع رويسه وعلى اللي بعده. شيء مرعب مرة. فيوم صح الزينبي إلا جزء كبير من قياداته موته، فانسحب عن المكان اللي فيه هو وجيشه. فجوا الأحباش بجيش مهول، واخذوا باقي السفن الموجودة واخذوا العتاد والأسلحة وانهبوها، وبدأوا يدخلون على قرى العراق قرية ورا قرية، يقتلون الرجال ويسبون النساء ويولعون في القرية النار. قتل شنيع بكل زواياه، ومستبسلين في القتال. الأحباش ما يتراجعون، والله أنت تموتون كلكم.
وما كان يرحم أحد أبد علي بن محمد. فتجمعوا عيان البصرة يبون يلقون حل يحاربون فيه ويدخلون عليه، هو بين مستنقعات وأنهار ما يقدرون يجونه إلا سفن صغيرة. فقالوا ما لنا إلا نروح الأشهر غازي بحار عندنا واللي يعرف له السفن من أهل البصرة، بس تكفون لا حد يناديه باسمه لأنه يتحسس شوي. اسمها الحمار الساجي، وكان أي واحد يضحك على اسمه يطعنه. فتجمعوا البصريين وجهزوا السفن بقيادة الحمار الساجي. فقال واحد من الجنود طال عمرك نحتري بس لين الهوى يكون معنا علشان السفن تكون أسرع إذا باغتناهم. قال لي حمار أنا ما أعرف. قال ما أدري والله، أقول ما أدري والله، أنت اللي تحت أمرك طال عمرك. هو يركب يجهزون السفن، وتطلع السفن البصريين في الأنهار رايحة للمستنقعات اللي فيها الأحباش متجمعين بقيادة الحمار الساجي، ويمشي والسفن وراه. اللي فيه شيء غريب، الدنيا هادية، مستنقعات فاضية، الأنهار فاضية. يقعد الحمار يفكر، وحس الحمار إن فيه شيء مريب. هو يلتفت اللي علي بن أبان واقف في وحده من بين الأدغال يطالع فيه. قال قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين. ألا الأحباش يوم طلعوا من تحت النهر كلهم كانوا منزلين رؤوسهم ويطلعون عليه، وهم يتطاعنون هو وياه، وبعض اللي يصبصرين يطمرون من سفنهم ذولي من يطلعوا، وهم يطلعون من كل مكان وهم يتطاعنون وهم ينحاشون على الحمار ويطيحون ينعطيون. قال علي بن أبان ها حمار بتنحاش؟ هو يطالع فيه الحمار الساجي. قال معليش أنا حمار ما أفكر، ما أدري إن اللي قدامي موت. هو يسحب سيفه وهو يطب على علي بن أبان وهم يتضاربون بالسيوف. يدري إن حتى لو قتلت علي بن أبان إلا الأحباش اللي وراه يميني صاروا بيقتلوني. هم يتجمعون عليهم يطعنونه لين طاح الحمار الساجي ميت، ويلحقون باقي البصريين ويقتلون فيهم يقتلون لين ما نجا منهم إلا 2 أو 3. تخيلوا جيش اقتلوه كله، واللي سلم من السيف غرق في المستنقعات ومات. فيوم علموا علي بن محمد بالانتصار قال للأحباش اقطعوا رؤوس كل البصريين ويجمعوها، واليوم انكم جمعتوها ارموها في شوارع البصرة، خلوا كل يدور راس أحد يقرب له وياخذه. شوفوا الحقد اللي كان فيه. فبدأ يفتح كل قرية وكل لين دخل الهواز دخلها جيش اللي فيها انحاش، ما قاتلوه انحاش، اتركوا العوائل والدنيا للأحباش. فاقتلوا نفس عادتهم الكبار وسبوا النساء واخذوا الأموال كلها وولعوا في الأهواز النار، ولعوا في المدينة النار. كان مشاهد مرعبة ما حد يقدر يتخيلها. اللي يموتون بالآلاف في الشارع، يمشون في الشارع ويقتلون الصغير والكبير يقتلون الدنيا في الشارع كلها. وعلي بن محمد يطالع فيهم ويبتسم. علي بن محمد المدرس ذا اللي غيروا حياته وقرر ينتقم من العباسيين كلهم. فيوم خلص من الأهواز التفت على الأحباش والعدد اللي ازداد معه والمال. قال تبون البصرة؟ قالوا اي والله. قال تبون تستبيحون البصرة كلها؟ قالوا اي والله. تكفى. التفت على علي بن أبان وقال جهز يحيى البحراني وادخل واحد من جهة واحد من جهة، أبيدوا البصرة كلها. فادخلوا البصرة وحاربوا جيش البصرة وانتصروا عليها الأحباش، وادخلوا البيوت وقتلوا اللي في البيوت، ونادوا الناس في الجامع حق البصرة وقالوا اللي يبي الأمان يجي. فتجمعوا الناس يبون الأمان، فصكوا عليهم جامع البصرة وولعوا فيها النار، ولعوا في الناس النار، والأحباش يضحكون في كل مكان. كان شيء فظيع. استباحوا البصرة، اقتلوا، يقولوا مؤرخين هم اقتلوا في البصرة أكثر من 300,000 رجال، أكثر من 300,000. كل يقتل اللي قابله يقتلون في الشوارع. راحت أسر بالكامل وبيوت احترقت والدنيا كأنهم أبادوا البصرة. فكبر مرة أمر علي بن محمد إذا أصبح جيشه بمئات الألوف
وعندهم مال من نهبهم للدنيا وامدادهم ما يوقف. فارسل الخليفة نفسه المعتمد بالله أخوه الموثق وش كان في تويتر الموفق، أرسل أخوه الموفق بجيش العباسيين كله، جيش العباسيين اللي كانوا ما يشوفون الشيء الحين طالعين وما يدرون هم يرجعون لأهلهم ولا لا من كثر جيشه. فطلع جيش الموفق يبي أي انتصار يكسر فيه مهابة الجيش اللي قدامه ذا. فبالصدفة كان يحيى البحراني اللي هو يعتبر واحد من أشهر قادات علي بن محمد وقادات الأحباش معه فرقة بسيطة قاطعين قدامهم، فتفاجأوا ولا جيش الموفق قدامه، فتحاربوا معه، كان بجنبهم نهر، فطبوا الأحباش في النهر وبدأوا يركبون السفن الصغيرة دي، يركبون أي سفينة. فبدأوا جيش الموفق يلحقونهم يقتلون فيهم، يقتلون ويدورون يحيى البحراني، يدورونه ما لقوه. فجاء واحد من الجند قال أنا طعنته بس ما أدري وين راح. قال ما تخدمني إنك تعلمني، دوروه. فراحوا يدورونه في السفن، يدورون لو مسكوا يحيى البحراني بيفرق شيء واجد في المعارك الجاية. فهم كانوا يدورونه في المستنقعات والغابات، يدورون يحيى البحراني. فجاء واحد من الملحين قال في السفينة رايبتني هناك تمشي لحالها، أعتقد أنني تدورون فيها. فراحوا حدوها. يوم افتحوا يحيى البحراني وعنده واحد يحاول يسعفه، قالوا مخدوم بس نبي زي ما هو. فقال اسعفوني أبى أعلمكم. قال لا ما نبيك تعلمنا، تعال. هم يمسكونه ويجيبونه عند الموفق اللي أفنى وقتل في الناس. قال اقطعوا يده مبدئيا كذا، أبيه أوصال كل جزء منه يروح المكان ويعلمونهم إن هذا جزء من يحيى البحراني وحنا جايين للباقين. فقطعوا يده وقطعوا رجله وقطعوا راسه فوزعوه. فدرى علي بن محمد وانغبنا على يحيى، واحد من أعظم قاداته، وكانت هذه رسالة إن جيش العباسيين النظامي جايك. فبدأ الموفق يمشي هو بجيش النظامي والناس يصيحون والقرى يصيحون إن وينكم أنتم عنا من زمان. فبدأوا يدخلون كل قرية ويشوفون فيها من الأحباش ويطلعون لين وصلوا واسط. فارسل الموفق ولده أبو العباس أن يحارب، فقابل سليمان بن جامع، فتحاربوا حرب عظيمة جدا. اقتلوا الأحباش في الجيش العباسي عدد مهول، ولكن صمد أبو العباس ونزل قال أنا أبو العباس بينكم، حاربوا دوني. فنزل يحارب هو جيش العباسيين لين انتصروا. فبدأوا الأحباش يرمون نفسهم في النهر، قال الحقوهم لا تخلون أحد، اقتلوا اللي تلقونه. واستخدم سياسة أن يترك من غنايم الحرب على الأرض، لأنه يدري أنهم جيش غير نظامي وأنهم بيجون يسرقون وينهبون. فكانوا فعلا يطلعون من الأدغال وينهبون وينزل عليهم الجيش العباسي ويقتل فيهم. فيوم أقبل الموفق نفسه على المختارة، المدينة اللي بناها محمد بن علي اللي كان تافه، وقف الموفق يطالع. وش المناعة هذه؟ خنادق ورا كل خندق سور، وعليها منجنيقات، وعليها عتاد وآلات حربية، والنهر اللي حولها مليان سفنهم، والدنيا شيء ما يخترق، شيء عجيب مرة. كيف سواه ذا فرد واحد؟ فأمر الموفق أن تبنى مدينة قبالة مدينتهم، نحط فيها عتادنا ومؤونتنا والدنيا ونحاول نقطع عليهم الإمداد. فهو قاعد الموفق يشتغل ويعلمهم وبنوا هنا وسووا هنا، ألا السهم اللي ضربه وطاح. فالجيش طالعوا إذا مات الموفق أخوه الخليفة فالمعركة ذي انتهى كل شيء. فراحوا يشيلون الموفق وفيه حياة، السهم ضرب درعه وجرحه جرحا قوي. فبدأوا يشيلونه ألا الأحباش يوم نزلوا عليهم، انزلوا ودخلوا في الجيش العباسي وقتلوا. وبدأ يصيح الموفق على الناس أن وأنا مصاب أصيح عليكم تراني حي، قاتلوا. فبدأوا يقاتلون الأحباش ولدها العباس معهم، يقاتلون لين ردوهم بس للقلعة. فانسحب الموفق، وبدأ علي بن محمد يضبط عتاده ويزين اللي يخربه الموفق ويركب أموره ويملى المستنقعات أفخاخ ويملى الدنيا ويحشد السفن ويجيب تقوى زيادة. فيوم طاب الموفق
نادى قادات الجيش عنده، قال حطوا لي السفن، اكسوها من فوق بالجلد وحطوا تحتها نفط. أبي أولع في القلعة ذي كلها، أبي السفن ذي إذا المهبل الحباش اللي فوق رموا عليها النار، أسهام النار عشان يحرقونها يحسبون فيها ناس، تولع في طرف القلعة كله. فراحوا يضبطون سفن يحطون يحشون تحتها الحشائش والنفط والدنيا والنار الإغريقية ويضبطون الدنيا، وهم يدفونها وهي تروح في النهر. يوم وصلت عند القلعة قالوا واحد منهم ولع النار، هو يهفها وهي تولع طرف القلعة منها. يوم ولع طرف القلعة وانشغلوا فيها الأحباش يطفونه، هاجم جيش الموفق والموفق معهم، وقاتلوا على الأسوار، قاتلوا لين جاء واحد وطعن الموفق. قال الحلو أنا الليل هذا كله، ويطيح الموفق. قالوا الموفق مات. قال الموفق حي، أنا حي. هو يقوم على رجله، أنا حي. قاتلوا. وهم يقاتلون ويشيلون الموفق ويرجعون. فرجع الجيش انسحب لأن معنويات الأحباش زادت، الموفق مطعونه بيموت. فدفوهم فرجعوا مرة ثانية. فراح علي بن محمد يحصن الجيوش أكثر، وطفوا النار وبنوا بدالها مقاليع ودنيا يلعن إبليسك هذه. وجيشه مهول اللي داخل القلعة أكثر من اللي برا القلعة. فاجتمع الموفق مع القادة اللي برا، قال يا عيال ما في حل، الدولة العباسية راحت، حنا عددنا 50,000 وذولي عددهم قرابة 300,000. ذولي لو فكوا باب القلعة تركلونا كلنا. هم يحسبون ان الجيش العباسي واجد وعندنا امدادات، ترى ما عندنا. وش الطريقة؟ فاثناء كلامهم الا واحد يقول هاي رايح بغنمه شاطف. قالوا انت وينك رايح؟ قال لي بس انا ادخل المونة على الجيش. انتم مش تحاربونهم؟ قال دقيقة، وش ذا؟ وش المؤونة اللي انا لقيت على راسي؟ قالوا انت الامداد الاكل من وين؟ قال والله كلمونا ارسلوا لنا ان ناقصهم اكل داخل، فالذبايح والدنيا تدخل مع البوابات هذه. قال انت مبدئيا كذا قصوا راسه وارسلوا راسه لكل الاعراب اللي حول ان اللي يجيب لذولي اكل هذا مصيره. فاكتشف الجيش العباسي ان امدادات الاكل ان وراهم مستنقعات وانهار. الامدادات من عندنا، من البران دي، هم اللي يجيبونهم اللحم والدنيا. فاقطعوا عنهم الامدادات، حاصروهم حصار كامل. فكان الموفق جالس في خيمته، فجو ناس من الجنود قالوا طال عمرك فيه من الأحباش استسلموا. قال حلو خلوهم أنا بطلع لهم. فطلع لهم قال يا مرحبا، واللي في القلعة اسمه مرحب، عطوهم العطايا والصلات، اللي يجينا تراه آمن. فجو كسوهم الملابس اللي من ذهب والدنيا ولبسوهم وشالوهم على ظهورهم. كانت رسالته ان علموا بعض ان ترى الحصار مستمر، بس اللي يجينا ويطلع تراه آمن، ترانا نحبكم حنا، بس انتم اخطيتوا يلا مسامح كريم. فيوم شافوا اللي على الاسوار بدأوا يعلمون بعض ان تراهم يقبلون الامان. فبدأوا يستأمنون 400 500. فدرى علي بن محمد قال الله على الحيلة الذكية ذي، طيب علمني إذا جاك 100,000 إيش بتسوي؟ ففك القلعة فنزل بجيش مهول، واستبسل موفق هو وجيش العباسيين، وحاربوه حرب عظيمة. صمدوا وقتلوا فيهم الأحباش قتل مهول، وصمدوا عند بوابات القلعة لين انسحبوا الأحباش وسكوا القلعة. قالوا موفق حنا سلمنا من هذه. قالوا حنا سلمنا بس جيشنا مات منها الكثير، إذا ما جانا امداد ترانا انتهينا، وذا يقدر يسويها مرة ومرتين وثلاث ويبيدنا تماما، وإذا انتهى جيشنا ذا انتهت، ما عاد ورانا، ما عاد يحمي الدولة العباسية شيء، ما عاد يحمي الخليفة أحد. فطالع الموفق في ولده وقال وانا ابوك والله احنا سوينا كل شيء نقدر عليه، ان نفك الباب ذا مرة ثانية حق القلعة، وطلعوا والله ان انتهينا. ودخل موفق خيمته، وابو العباس ولده يفر ما يدري ايش يسوي، الا يوم فتح عليه ابو العباس الخيمة قال ابوي يطلع شوف شيء انا ما اقدر اوصفه لك. والموفق يفتح خيمته ويطلع الجيش المهول اللي جاي يقودهم لؤلؤ
وغلام وبنطلون. جيش مصر وصل يفزع، شيء عجيب، والمسلمين يكبرون والدنيا تكبر، واللي في القلعة يطالعون الجيش المهول اللي بعتاده ودنياه جاي. وياصل لؤلؤ لين وقف عند الموفق وقال له أبطينا عليك مير، والله العظيم إنك ما تحارب لحالك، أنا معك أنا وجيشي، ويا رب إنهم يفتحون الباب. ويبدأ جيش مصر ينصب مقاليعه ودنياهم، هم يضربون الأسوار، وجيش الموفق يضرب الأسوار لين هدوا جزء من السور، ودخلوا في المنطقة الأولى. بس ادخلوا وحاربوا وقتلوا في الأحباش، قتلوا وتراجع الأحباش إلى المنطقة الثانية، السور الثاني. فادخلوا وفكوا السجون، لقوا 6000 امرأة، 6000 مسجونة هسيرة كانت عندهم سبية. طلعوا المسلمات، طلعوا وبدأوا يضربون السور الثاني، ونزلوا عليهم الأحباش وتحاربوا حرب عظيمة، استبسال عظيم، ما كان منقطع عليهم الأكل والإمداد. تحاربوا لين قتلوا الأحباش كلهم في المنطقة الثانية. ولكن باقي بعد الخندق والسور ناس، وباقي ناس أعدادهم أكثر من 300,000 داخل. فكان جيش العباسيين وجيش مصر يشوفون قاداتهم داخل، هم اللي يحاربون داخل. فكان الموفق يقول جيشه اضربوا بكور نار، اضربوا كور النفط. قال وانتم داخل؟ قال احرقنا يا أخي، اضرب بسم عليك. فصاروا يضربون يولعون النيران في المدينة، ويضربون الأسوار ويكسرونها ويدخلون. أنا داخل بين نار ومدينة ما أعرف طرقها ولا بس والله لاستميت لين أطلع المسلمات اللي داخل، والله أنكم لتموتون. فجت حرب عجيبة فيها صبر من جيش المسلمين وجيش مصر عجيب ما قد صار. وكان ابن عباس يطلع على السفن، ولد الموفق يطلع على السفن الصغيرة حقت المسلمين ويضرب من عنده ويحارب من عنده. فجوهم من كل جهة لين وصل الموفق لولو لين آخر سور. فيوم طلعوه شافوا مشهد عجيب مرة، شافوا مشهد ما تخيلوا. شافوا الأحباش يقتلون الضعيف منهم ويأكلون اللحمة من الجوع، يقتلون بعض ويأكلون، أي واحد قوي يقتل الضعيف ويبدأ يأكل اللحمة من ذولي. فشافوا كيف جثث منطولة ومنهوش بطنها ويأكلونها، ويروحون يطلوا يطيحون على ثاني ويأكلونه. مشهد ما تقدر تخيله. فقال لولو تراني نازل. قال موفق أنا نازل معك. فأول ما نزلوا قيادات المسلمين ونزل بعدها الجيش، انزلوا داخل القلعة وبدأوا يحاربون ويأسرون ويقتلون. ومسكوا صندل، واحد ينقال له صندل الحبشي، هذا كان يقص رؤوس السبايا ويلعبها، يمشي بين ياخذ رؤوس المسلمات ويلعبها كذا ينطلها، معروف. فكانوا يدورونها أساسا. فأحرقوه حي، مسكوا يده وأحرقوها، ثم أحرقوا رجله ويشوف، وكان ما يصيح يبتس لين ولعت فيه النار كله حي. وراحوا يقتلون ويدورون علي بن محمد، يدورون صاحب الكارثة ذي كلها اللي بغت تنهي الدولة العباسية. فانشغل جيش المسلمين بقتل ذولي، والنهب يأخذون الغنايم اللي يلقونها. فطلع الموفق ولولو يدورون. فالموفق ولولو عدد بسيط لقوا علي بن محمد، فما احتروا جيش المسلمين يلحقهم، راحوا هم وراه على طول. وجيش المسلمين يوم دوروا قياداتهم ما لقوهم، يحسبونهم رجعوا للبصرة، فما حد لحق. فجيش المسلمين ترك قاداته ورجع للبصرة، وقاداته رايحين يحاربون الكارثة هم نفسهم، عدد بسيط مرة معهم. فالتفت لولو على الموفق قال إذا تبي ترجع ارجع، والله ما ارجع الا براسه. فقال الموفق والله ما ارجع انا اللي معي. قال ابن عباس والله اني معكم. فالحقوه، وكان معه علي بن أبان داعي الدواعي في المعارك. فيوم دخلوا وقف علي بن أبان بسيفه عند الباب، قال أنا دونه. فجاء الحرب بين عدد بسيط 14 على 15 يعني، وتحاربوا، تصافقوا القيادات بدون أي أفراد من الجيش، تصافقوا علي بن محمد مهم معهم، وتحاربون استبسال دونه لين اللحظة الأخيرة. فالمعركة جاء واحد من الجنود معه يد، لين وقف قدام علي بن أبان قال علي تعرف ذي يد من؟ فوقف علي في المعركة، قال اليد والله يعرفها.
فقال الموفق: يد من؟ اخلص. قال: ما ادري انشد. قال: ما هو بوقت اذنك زايده، تكفى. يد علي بن محمد. الا واحد من جنود المسلمين نازل من الجبل بعد معه رجل. قال: علي بن ابان، تعرف رجل من ذي؟ قال الموفق: دقيقة، متى بيجينا الطلب كامل يا اخوان؟ لان كل شوي بتجينا كذا قطعه ما علي بن ابان عرف اليد، عرف الرجل. الا واحد نازل مع الراس. قال: علي بن ابان. قال علي: عاد تستهبل؟ يا اكيد اعرف الراس دائما. هو يحذف سيفه واللي معه يحذفون سيفه. والموفق يجي ويشوف راس علي بن محمد. يوم انهم يحاربون دونه نزل الوادي يحسب انه بينحاش. يوم نزل الا هذه سفينه صغيره فيها مسلمين جايين من وراء اللي هو قدامهم، اخذوها وصال عشان كل واحد يبي يبشر القائد يعطيه فلوس في البدايه، فمنزلين يشيلونه كله، قطعوه وجابوه. فحط راسه الموفق على رمح وبدا يمشي ويصيح بين الاحباش اللي يقاتلون برضه. يوم شافوه وهم يضربون، اللي نزل وعدى في الغابة، واللي يطب في النهر، واللي بعثرهم تماما. اللي كان مجمعنا ويبي يعطينا قيادة العالم ذي كلها على رأس رمح. بدأت قرى المسلمين ومدن البصرة والدين كل الناس وصلها الخبر وبدأت تكبر. رجعت الحياة للدولة العباسية من جديد. أنتوا تدرون كم قعدت الحرب ذي اللي بينه وبينهم؟ 14 سنة. المدرس اللي قرر يقول: الله ما خليكم 14 سنة وقتل أكثر من 1.5 مليون إنسان. أعظم ثورة مرت على الدولة العباسية كانت بسبة علي بن محمد اللي اقطعوا عليه كلاسه. كان عنده كلاسات وخربوا عليه كلاسات. العجيب ان تم العفو عن الأحباش اللي استسلموا، سواء قتلوا ولا ما قتلوا. بس في بعض القيادات احرقوهم حيين، قطعوهم لأنهم سووا جرم ما حد يقدر يتخيله. فانتهت الثورة العجيبة هذه اللي قائدها كان في السجن يقول: الله ما خليكم، بدون أي شيء. سوى أخطر شيء مر على الدولة وعلى التاريخ. اعذرونا على الإطالة يا جماعة الخير، اعذرونا على القصور. مصادر سوالفنا يا أخوان من كتاب الكامل في التاريخ، ومن كتاب البداية والنهاية، ومن كتاب أغلب كتب التاريخ موجود فيها الحدث المشهور ذا. نشوفكم على خير، في أمان الله.